نقول اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. صباح الورد وصباح الفل وصباح الياسمين. كلكم طبعا من امبارح عارفين ان انا عندي عزومة، صح؟ صح. يلا بينا ندخل على اكلنا النهاردة ونشوف العزومة لمين وليه. حلو كده؟ يلا بينا. حطي لايك، سيبي لي كومنت حلو منك، قولي لي بتتابعيني منين، وقولي لي استفدتي من فيديوهاتي ولا لأ. ويلا بينا ندخل على الفيديو. بصلتين بقى يا ست الكل وفي الحلة، وانزلي بالسكينة وافرميهم. عايزة اقولك ان تقطيع السكينة في بعض الاكل افضل بكتير من فرم الكبة. يعني زي الوصفة بتاعتي النهاردة، انا بحس بطعمه احلى وكمان يعني مش عايزاكي تضحكي عليا، ملمسه وقوامه وهو بالسكينة امتع في الاكل من انك تعمليه في الكب. معلقتين سمنه بلدي، مش شرط سمنه بلدي خالص، وانسي كلمه سمنه بلدي، اي ماده دهنيه عندك. يعني ايه يا سمر ماده دهنيه؟ زيت، سمنه. اتفقنا دايما ان ربنا سبحانه وتعالى بيحلل كل واحد زاده. يعني كل واحد عايش في مستوى معين ربنا محللها له ومخليه شايفها احسن عيشه في الدنيا، ولله الحمد. وده بيرجع للرضا. طول ما انت راضيه، طول ما ربنا مبارك لك في عيشتك. معلقه واحده قرفه ومعلقتين سوق، كل ده بمعلقه صغيره. 2 فلفل اسود وواحده قرفه. واحنا بنشوح الكبد والقوانص بقى والبهارات بتاعتي، دعوه حلوه لاخواتنا العرب في جميع الدول العربيه بان ربنا ينصرهم ويرد ليهم ارضهم ويتولاهم برحمته ويلم شملهم ويجمعنا كلنا ايد واحده، اللهم امين. هنشوح الرز. حطيت حوالي 4 كوبايات رز كبار مغسولين ومنقوعين 10 دقايق بس، مش كتير، عبال ما شوحت البصله بالبهارات بتاعتها. عندك كبد وقوانص حطيها، ما عندكيش ولا كأنك سمعتي حاجه. هنضيف بقى قد الرز قد الميه. طب ما احنا كده هنسويه يا سمر؟ لا مش هنسويه، لان الرز عشان يستوي بعد ما بيتشرب بتوطي عليه النار. احنا هنا مش هنوطي النار، احنا هنا هنسيب النار عاليه وهنسيب الرز يتشرب على نار عاليه وخلاص على كده. عندي بقى بصل هحطه كده في الكبه، كام بصلايه حلوين، وهنضربه في الكبه. هنا بقى فرومي في الكبه مفيش مشكله، مش مزعلانه في حاجه. عرفتي بقى ان ليه بقولك ان في حاجات ما بتحبش الكبه؟ والله ما تستغربيش، في اكلات هي تقطيع السكينه حلاوتها. ناخد البصل بتاعنا ونشوف هنعمل بيه ايه. يا اختي حطيتي لايك ولا نسيتي؟ ما تسرحيش مني بقى، ما تسرحيش. احنا اي نعم عاملين المحشي من امبارح، بس عايزه اقولك تكمله العزومه هتعجبك. انتوا عارفين ان في عزومه صيفي وعزومه شتوي؟ والله دي مش اختراعات، دي حقيقة، ده واقع. هنحط فلفل اسود وملح وليمونة على حبة البصل دول. انا ما خدتش البصل كله لو لاحظتوا، لان انا عاملة البصل لوصفتين. يعني انا كده يعني ضربت بالمره. فلفل اسود وملح وليمونه وبس. وفركولي حلو كده، اعمليه زي الكاميرا كده. وبعدين عندك فراخ بلدي يا جماعه، فرق الفراخ البلدي من الفراخ البيضه مش كبير، يعني مش كتير في الكيلو. لا هاتي فراخ بلدي وكلي حاجه ليها طعم وحتى تبقى مفيده افضل. انا بقالي مده مش بجيب الفراخ البيضه كتير الا لو هعمل حاجه هي عايزه فراخ بيضه. لكن انت بقى عايزه حاجه متدلعه كده ولقمه طعمها حلو، والله الفرق مش كتير خالص. في ناس بتبصلها من ناحيه الحجم، لا انا اكل حته فرخه صغيره وبلدي احسن بكتير ما اكل حته فرخه كبيره ومتفله وملهاش طعم. دي نصيحه برضو ايه يعني عن تجربه. خدنا بقيه البصل في حلتنا الحلوه دي، ويلا بينا نروح على البوتاجاز. هتلاقوني بقى حاطه غطا على الحله مش بتاعتها، بحط حله بلون ودي ما تشغلوش دماغكم خالص. المهم ان احنا نخلص، لان انا ضيوفي جايين لهدف، مش جايين للعزومه خالص. وانا هنزل قبل ما يجوا، هنزل لما يجوا، فانا محتاجه اخلص الاكل ده في ساعتين. يعني ده ساعتين دول كتير كمان. انا هنا حطيت سمنه، سمنه زيت، سمنه بلدي، زبده، اللي انت عايزه تحطيه حطيه على البصل وشوحي لي البصل ده. وحته توم بقى كده، واعملي لي تشويح التوم وبصل حلوه قوي. يعني لا عايزينهم متحمرين ولا بيض قوي، يعني يا دوبك يتشوحوا معانا. نجرب بقى المعالق الجديده والسكاكين الجديده وايه، واديله بقى الحله لون المعلقه لون المطبخ. بصوا ماتشنج مفيش بعد كده. انزلي بقى باي حبه حبشتكنات عندك. عندي كيس كنت مقطعاه لحمه للطبيخ، يعني قطع صغيره وفي نفس الوقت هو دسم، يعني لو سلقتيه محدش هياكله. فانا عاملاه لاي نوع خضار يعني. فطلعته فككته في الميكروويف، اديته غسله محترمه. بعد كده نزلت على البصل ونزل ميته، سبته شرب الميه لحد ما سمعت صوت الطشطشه اللي بتغسلني من جوه. ايوه بقى. بعد كده دورت على صلصه ما لقيتش، فاكلي كله النهارده بدون صلصه الحمد لله.
حطيت بقى طماطم كيلو الا ربع، او هو كيلو الا ربع طماطم كده يتسبك مع اللحمه. عبال ما ده يتسبك كان الرز برد، كان الحمام اتصفى لان انا نقع الحمام ده من امبارح. قولي لي يا سمر، هو الحمام اللي انتي نقعاه من امبارح هو الفراخ ده ما بيعملش ريحه؟ تعالي اما اقولك، بحط عليه تلج واسيبه للصبح، ما بيعملش حتى في عز الصيف صدقيني. هنحشي بقى الحمام عندي متصفق كويس. يعني ايه متصفق كويس؟ يعني الجلد متشال عن اللحم ومش مفتوح من البطن. فانا هنا هحشي من الرقبه. يعني اللي مصفق لي الحمام ده مش انا المره دي، انا ساعات بيجي لي مش متصفق بصفقه، لكن هو جاي لي المره دي متصفق كده وابن ناس ومحترم، مجرد تنظيفه حلوه ونقعه حلوه بقى زي الفل. هنحشيه من عند الرقبه. وانا بقى غلطت غلطه في الحمام النهارده، ودي اول مره تحصل واول مره هتشوفوها معايا. انا لما الحمام بيستوي في الشوربه في الفرن في ايا كان بتعمليه لازم يطلع من النار على طول وتعرضيه للهواء. انا طبعا سبت الحمام في النار ونزلت احجز للدكتور. ضيوفي النهارده جايين للدكتور، الدكتور محمد البنا بتاع دراعي. عايزه اقول لكم دكتور ممتاز جدا، انا ارتحت عليه بنسبه 90%. بصوا، هو بيقول لي يعني احنا نجرب بالعلاج، وبعد كده لو العلاج ما جابش نتيجه نعمل ايه؟ عمليه التردد الحراري. انا باخد العلاج برتاح. فطبعا ضيوفي جايين للدكتور يعني، فانا هنزل هحشي الحمام واحطه في الفرن وانزل احجز للدكتور، وبعد كده ارجع اكمل اكلي، وبعدين يكونوا الجماعه وصلوا اروح دوختكم. صح؟ انا بحكي لكم اللي حصل. المهم، حشينا الحمام والفراخ كله في صينيه واحده. عايزه اقول لكم ان الفراخ البلدي دي هتاخد سوى الحمام ده. والله. بصلايه بقى، ورق لوري، فلفل اسود، ملح، حبهان، حبشتكنات الشوربه، عارفين الشوربه؟ حبه الحاجات الحلوه بتاعتها اللي بتدينا نكهه حلوه دي، وملحك، وكله كانك هتحطيهم في الشوربه بالظبط. لكن احنا هندخلهم فرن، بنريح دماغنا، بنسهل على نفسنا. حبهان، ميه سخنه بتغلي بقى وانزلي لي على الحمام والفراخ دي. يعني ايه، نقول اللتر ونص ميه على الكميه اللي انتوا شايفينها دي. بس كده. غلفي بقى كويس ودخلي الفرن بالظبط 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 على ساعة الإيد 45 دقيقة. الفراخ والحمام هيكونوا استووا 45 دقيقة. أنا ظبطت من تليفوني ونزلت، و45 دقيقة بالظبط رنيت على جوزي وقلت له اطفي الفرن. خايفة ما يعرفش يطفي الفرن، قلت له اقفل الغاز. قفل الغاز وساب الحمام والفراخ متغطيين زي ما هو ملوش ذنب، هو ما يعرفش يعني، خلينا متفقين ان هو ملوش ذنب. انا نسيت اقول له طلعهم بره الفرن. فالحمام من السخونيه في كام واحده فرقعوا، ودي اول مره تحصل معايا من يوم ما بدات اعمل حمام في حياتي. الحمد لله طبعا. خلاص ملناش دعوه بالحمام بقى. المهم احنا عرفنا نتصرف. يعني هنا الصلصه بتاعتي اتسبكت مع اللحمه، واروح بقى مبهراها فلفل اسود، كمون، كزبره، البهار التقليدي. في انواع خضار كتير متسبكه بهارها تقليدي، فلفل اسود، كزبره، كمون. ما تضيعيش طعم الخضار بتاعك بالبهارات. هو التلاتة كده دول ممكن تعمليهم خلطة على بعض وتسميه حباش الخضار. وبعد كده معلقة توم نية. سمر انتي لسه حاطة توم متشوح، لازم تحطي حتة نية بتوديها في حتة تانية خالص. خلاص كده ظبطنا دنيتنا. قرنين فلفل سبايسي بقى. وبعد كده حطينا الملح. اول ما تحطي ملحك وبهاراتك هتلاقي صلصتك دي نطرت الإيدام بتاعها على الوش وبقى لونها جبار. هوريكم دلوقتي. طبعا حلوست الحله دي ما تنفعش، لازم كده تجيبي معلقه سيليكون وتنضفي لي الحله. وزي ما انتم شايفين نطرت قدامها وبقت عامله ازاي. روحي بقى، انا جايبه باميه متفرزه بصراحه، قلت يعني ما عنديش وقت اني اغسل وامع النهارده، فجبت كيسين متفرزين، حطيتهم اديتهم شطفه. مش احسن حاجه، مش متقمعه، دي مقشوطه، وانا مش بحب الباميه اللي راسها مقشوطه كده. ما علينا. المهم عندي في التلاجة حتتين لحمه بشوربه، حطيتهم بقى في الاخر عشان طبعا الاولانيه كانت نيه ودي مستويه. هنغليها غلوه واحده بس، ولما تغلي هقول لكم هنعمل فيها ايه. بس زي ما انتم شايفين هنطفي بقى عليها ونحطها في طاجن وندخلها الفرن. بصوا شكلها عامل ازاي، جباره. هي لو غلت غلوتين اتنين كمان على البوتاجاز خلاص. لو انتي مش عايزه تدخليها الفرن اغليها لنا غلوتين اتنين على البوتاجاز. انا بصراحه بحبها على البوتاجاز، بس طالما عزومه وضيوف وكده يعني بنعمل طواجن. انا مش عايزاكم تسقطوا مني وتنسوا ان احنا امبارح حاشين حلتين محشي. شوفوا بقى، انا غيب بس لما اجي اعمل محشي اعمله بدماغ. انا يا جدعان عامله حبه محشي طعمهم، انا اعوذ بالله من قولة انا بشكر في نفسي في حله المحشي بتاعتي امبارح. بصوا بقى اللبن بتاعي دسم جدا،
هنشيل الوش بتاعه لان هو كامل 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 الدسم. طلعت منه طبق قشطه كده ربع كيلو والله العظيم. بص طبق قشطه قد ايه. بعد كده غسلت الرز وهحط عليه الملح وننزل بالحليب الدسم بتاعنا ده لتر ونص حليب، لان انا كنت شايله كده يعني شايله الوش على جنب وصبه منه الحمايه، فاخدنا منه كوبايه حلوه بالهنا والشفا على قلبه يا رب. هنا بقى هننزل نكمل ميه، وبعد كده ندخل الرز بتاعي الفرن وهنولع عليه الوش، يعمل وش يطربش كده معانا ويعمل وش حلو كده. اروح طافيه فوق ومولعه تحت ده هيخلي الرز يشرب اللبن بتاعه ويتلدن. شايفين حلتين المحشي؟ اول حاجه عملتهم لما صحيت من النوم طلعت حلتين المحشي عشان يبردوا. نيجي بقى امبارح اتسالت سؤالين مهمين قوي لازم ارد عليهم. سمر، هو انت حطيتي بصل ني على المحشي مش هيعمل ريحه لما يبات في التلاجة؟ لا خالص، لان انا قلبته مع الخلطه وسبته شويه، ما تقلقيش. طب يا سمر البتنجان ده مش هيجلد لما يتحط في التلاجة؟ انا يا حبيبتي قليت البتنجان نص قليه بعد ما حشيته، ما جلدش ولا حصل له اي حاجه، كان زبده. المحشي مظبوط، توابل صلصه سوا مظبوطين على الشعر، كانك او حد يعني مش عارفه هو اشتياق ليه هو اللي عمل كده ولا ايه. وطبعا عايزه اقول لكم الناس الجميله اللي في حياتي كلمتني متابعه جميله قوي، بتقسم لي بالله ان هي كانت لسه هترن عليا تقول لي اديني العنوان ابعت لك حله المحشي. تخيلوا الحب وصل بيني وبينكم لحد ايه. ربنا يديمكم في حياتي نعمه وما يحرم حد من صحته ابدا، اللهم امين. زودت المحشي بتاعي بشوربه كدابه، شوربه كدابه بس ولا يهمنا. هنا بقى كان الحمام والبتاع دول بردوا تماما. هبدا احمر. كنا هنا بقى رحنا للدكتور وجينا وعايزين نقول لام مريم الف 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 سلامه عليكي وام شهد، ربنا يعافي عنهم وعن كل مريض اللهم امين. هنحمر بقى محشي. انا عملت المحشي بعد ما رحنا للدكتور وجينا، يعني عايزه اقول لكم المحشي ده هيتغرف بيدخن كده، عايز جو شتوي فظيع. انا بقالي مرتين 3 بعمل لبن كده للحمام، يعني انا هو مش فارق معايا قوي غير ان هو ما بيخليش الحمام ياخد وقت في الطاسه بس. بصوا بقى الرز، اوعى اوعى وشك. الرز ده يستاهل لايك ولا ما يستاهلش؟ انا هعمل لكم براند رز بس، يعني نعمل طواجن الرز. اديله سمنه بلدي بقى، قلبي الضعيف لا يحتمل، حبه زيت عشان يديله التلميعه التمام ويديله الفرفره والتلميعه كده. بصوا الرز، يعني انا مش هتكلم عن الرز كتير. حبه زيت هندخله الفرن تاني. وهنا حمرت الحمام. بصوا هما بتاع 3 4 حمامات بس فرقعوا، بس الحمد لله طبعا اتاكلوا برده مفيش حاجه. بصوا حطيت الحمام بقى هنا، يعني كنت لازم استخدم الطاجن ده، كنت عايزه احط فيه المحشي بس لقيت المحشي سخن جدا وعايز يبرد. والفراخ بتاعتي البلدي مش بحب احمرها قوي انشفها، فاديتها تشويحه كده في السمنه البلدي. وبصوا بقى يا قلبي كوسه كبيره والبتنجان كبير بس ولا يهمنا، سيطرنا. الريحه جباره. انا عايزاكم تاخدوا بالكم الكرنب وهو نازل صوبع جنب صوبع، مفيش حبايه رز. بصوا قربوا الشاشه كده وشوفوا. الله الله، تعرفي ان الرز مستوي ومفلفل. عندي بقى شطه، عندي اسمه ايه مجدول، اسمه ايه افتكروا معايا. المهم هفتكر اسمه دلوقتي. طلعنا الرز بقى والبرايم وكله اللهم صل على دقوس. عندي سلطه الدقوس حطيتها في الاطباق لو حد عايز ياكل منها يعني. وهنا عندي كريمه لباني هحطها على وش الرز سخن ملهلب. هديله بقى كده قشطه اديله. وهنا جاعوا. طالما الرجاله دخلت المطبخ اعرفي ان هو جاعوا. جوزي وزي الحاج عامر وقال له تعالى ناكل المحشي. طب خلاص انتوا لا هتتلاسع فعلا، وده اللي حصل، اتلاسع اتلاسع. هو وزه، دي وزت جوزي دي تعالى ناكل علشان هو كده جاع كده، جابوا اخرهم. بالهنا والشفا ونوروني وشرفوني، ودايما احلى اخوات في الدنيا. واحلى عايزه اقول لكم الحاج عامر والحاج عزت مش صداقه بس، دول اخوات وبعتبرهم سند وعون. ربنا يديمكم في حياتنا نعمه. وعلى راسي احلى اخوات في الدنيا واحلى مراتات اخوات، ام مريم وام شهد. ربنا يخليكم ليا، احلى عيله وعيله جميله بتشرف بيها، ناس طيبه، ناس اصلها طيب. واما بقى ام الحاج عامر دي محتاج يتعمل عنها حلقه كامله، نتكلم عن جمال الام المصريه. دعوه حلوه ليها ودعوه حلوه لام مريم وام شهد ان ربنا يعفي عنهم ويشفيهم ويشفي كل مريض، ودعوه كمان ان ربنا يديم لمتنا يا رب اللهم امين. ونشوفكم في فيديو جديد. واوعى يا واد يا عمر كده
نشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله. بحبكم في الله. لايك وشير وسبسكرايب لاسرار المطبخ مع سمر. ولو انتي مش من ضمن العيله ادخلي وانضمي لينا. سمعت كلامكم وحطيت الصواني كلها واخدنا اطباق نغرف براحتنا، وخليني القعده ارضي. اشوفكم في فيديو جديد. كفايه علينا كده. اللسان العصفور بعد ما غرفته لقيته ني، حطيته تاني وحطيته على النار لان انا عاملاه اخر حاجه، وزي ما انتم شايفين هم ميتين من الجوع مش مستحملين. بس حبه لسان عصفور ببهاريز الحمام، انا صفيت الشوربه اللي نازله من الحمام وعملت بيها لسان العصفور، فكان جبار. ما هو انا مش قلت سلام عليكم؟ مش انا قلت باي باي؟ كفايه عليكم كده.